السلام عليكم. قبل ما نبداو الفيديو نتمنى تدعمونا بالاعجاب والاشتراك ومتابعه الصفحه تاعنا باش هكا نقدروا نكملوا في تقديم محتوى زوين. هاد القصه اللي غنقول دابا هي صادفتها، حيت هاد القصه فيها شي حوايج اللي ممكن تصيب اي واحد فينا. حبيت نشاركها معكم ونشارك معكم واحد الموقف شخصي اللي يمكن يعاون بزاف الناس. نبداو على بركه الله. القصه كتبدا بين جوج خوت مقطوعين من الشجره، يعني لا اب لا ام. كانوا عايشين خدامين بجوجهم، ولكن الاخ الكبير كانت القضيه شويه ميسوره عنده، وهكا بقى كيصرف على راسو وعلى خوه. حتى لواحد النهار كل واحد دبر في خدمه زوينه ولاو مستقرين وميسورين. الاخ الكبير ملي تزوج بدات الحياه تاعو كتحسن اكثر فاكثر، ومن بعد قرر انه يبدا يستثمر في داكشي اللي كيشيط ليه تاع الفلوس، وشرا واحد الارض صغيره وبدا كيفلحها، وفي نفس الوقت قدام خدمته العاديه. هنا حياته بدات كتمشي للقدام، وبدات الاوضاع تاعو كتحسن اكثر من الاول، بينما الاخ الثاني مستقر في الخدمه تاعو اللي حتى هي كان مرتاح فيها. من بعد واحد المده الاخ الكبير تزاد عنده واحد الوليد وفرح بيه وكل شيء، ولكن الفرحه ما كملاش، حيت من وراها بشهور قليله الاخ الكبير توفى وخلى مرته وولده. من بعد ما مات الاخ الكبير مرته تلفات وما عرفت ما دير، حيت ولدها مازال صغير وهي ما عندهاش شي فكره على كيفاش تقدر توازن بين داكشي اللي خلى ليها الزوج تاعها وبين التربيه تاع ولدها. وهكا جات في بالها انها توكل عمو باش يتكلف بالميراث تاع ولدها. وفعلا الاخ الصغير وافق وتكلف بالولد واحد مده قصيره، ولكن الاخ الصغير دخلو الطمع. ملي شاف ان كاع داكشي اللي كيتقاتل عليه كيمشي للولد، قرر انه يبيع كاع داكشي، حيت الام عطاتو الصلاحيه كامله باش يتصرف بدوك الممتلكات. ومن وراء ما باع داكشي قرر يمشي لامريكا. ملي مشى لتما نسى بلي عنده شي مرت خوه ولا ولد خوه، وتما قدر يبدا التجاره تاعو في الطوموبيلات اللي مستعملين. كان كيشري الطوموبيل وكيصلحها وكيعاود فيها البيع. من بعد واحد المده قدر يتعرف على واحد السيده اللي كانت حتى هي خدامه في واحد الاجونس تاع الطوموبيلات، وكانوا كيتعاونوا بجوجهم على بيع الطوموبيلات. يعني في حاله ما توفراتش عنده شي طوموبيل كيرسل الكليان لعند ديك السيده، والعكس صحيح، حتى هي الا ما كانش عندها شي طوموبيل كترسل ليه الكليان باش يتقداو من عنده. وهكا بدات العلاقه تاعهم كتطور، حتى واحد النهار قرروا انهم يقادوا اجونس خاصه بهم ويكونوا شركاء فيها. وفعلا من بعد 4 سنين قدروا يقادوا اجونس خاصه بهم، وبما انهم شركاء كتجمعهم الخدمه قرروا انهم يتزوجوا. ومن بعد واحد المده ولاو مشهورين تما، والخدمه عندهم ما كتوقفش. وملي تزادوا عنده البنات قررت مرته انها تكتب عليه الاجونس باش يتكلف بها كامله، وهكا ولات الاجونس بسميتو، حيت مرته قررت انها تكلف غير بالتربيه ديال بناته. ومن بعد 14 عام تاع الخدمه ولا ملياردير. وهكا قرر داك السيد يرجع لبلادو وشرى واحد الارض كبيره وبنى فيها واحد الفيلا، وجهزها باحسن ما كاين من الاثاث والديكورات. وكان داير ديك الفيلا باش يفرح مراته، لانه كان باغي يخليها لها مفاجاه. نوقفوا هنا نشوفوا الولد فين وصل. الام الارمله وولدها اللي كانوا عايشين في الفقر لا حنين لا رحيم. قررت الام تخدم اي حاجه المهم تكبر ولدها، وكانت كل مره وفاش كتخدم اما الميناج اما تبيع الخبز، المهم اي حاجه غير باش تكبر ولدها. واللي حسن الحظ تاعهم انهم تلاقاو بواحد الراجل اللي كبير في السن وعجبو الخبز اللي كديرو. قرر انه تخدم معاه في المخبزه ديالو، وهكا يتكلف ليها بالمصاريف تاع الولد والقرايه ديالو. وفعلا السيد طلع ولد الناس وتكلف بالولد، والام تاعو كانت كتخبز الخبز في ديك المخبزه. ومن بعد 16 عام توفى داك السيد مول المخبزه، وولادو ناضوا باعوا ديك المخبزه، ورجعت الام فقيره لا حنين لا رحيم من جديد. ملي وصل ولدها للسن 18 عام عرف باللي عمو راه كاين في البلاد، فرح بزاف وقرر انه يمشي عنده باش ياخذ رزقه اللي كان مخلي ليه الاب ديالو. وفعلا مشى عند عمو للفيلا واستقبلوا على اساس انه ضيف. وملي قال ليه راه جيت عندك باش تعطيني واخا غير شويه من حقي اللي ورثته على الاب ديالي، هنا عمو تقرص وقال ليه ما كتسالني ما كنسالك، ما كنعرفكش، وداكشي كامل راه حقي انا، ودابا اطنو تخرج عليا وما باقيش نشوفك هنا. فعلا خرج الولد طالع ليه الدم وحس بالظلم والشمته، وقرر انه يمشي يرفع دعوه على عمو. ولكن ملي راجعوا الملف تاعو ما لقاو حتى شي حجه باللي راه كيسالو شي حاجه، حيت الام كلفاتو بكل شيء. وهكا الامور تاع عمو ما خلى فيها حتى شي اشكال. وهنا الولد حس بواحد الظلم والاهانه ما كتصورش، ورجع عند مو في واحد الحاله يرثى لها. نرجعوا للعم اللي كان قريب يكمل التجهيزات تاعو باش يدير المفاجاه لمرته وبناته اللي في امريكا، حيت كان بغى يهديهم ديك الفيلا باش يبقاو يدوزوا فيها الصيف. وفعلا كمل كل شيء وكان فرحان باش يعيط ليهم باش يجيو لولادو ويوريهم الكادو. ومن بعد ما عيط لمرته وبناته باش يجيو لعندو ارسل لهم البيت على الطياره باش يجيو. وملي جاو بقاو كيتسناو في المطار، عيطوا ليه قالوا ليه راه وصلنا. فينك؟ قال لهم وصلت قبل من الوقت، صافي هاني جاي دابا.
وفعلا خرج السيد فرحان ومشى في طوموبيلته باش يتعرض ليهم في المطار. لقاهم كيتسناو في المطار وفرحانين، ومن بعد ما ركبوا تمو غاديين للدار وقع لهم ما لم يكن في الحسبان، حيت ملي تعطل عليهم في الاول كان زربان وما قلبش الطوموبيل، مع كان زربان ما ردش البال للرويضه، ومع الفرحه والحماس كان راجع للدار كيجري باش يوريهم المفاجاه، وهكا تفرقع عليهم البنو وتقلبوا في واحد الجر وماتوا كاملين، بحكم انه كيملك بزاف الفلوس والمشاريع، وانه ما كاين حتى واحد من عائلته حي. كاع الممتلكات تاعو كان عندها وريث واحد اللي هو ولد خو اللي كان سمح فيه. العبره اللي غادي ناخذو من هاد القصه هي انه كانت القصه كتبان باللي راه العم اللي شمت ولد خوه، ولكن راه العكس، فعلا ان الابن والام دازو من المحين، ولكن في نفس الوقت راه العم كان ضرب 18 عام من عمره باش يستثمر في رزق ولد خوه اللي اصلا هو اللي مكتاب ليه، وهكا الابن صدق شاد رزقه اكثر من داكشي اللي كان في الميراث في الاول. واخا شي مرات الحياه كتبان لينا راها ضدنا وكنتقاتلوا وكنديروا ما في جهدنا باش تكون مزيانه، ولكن كيكونوا شي عوامل اخرين فوق منا، واخا كنظلموا وحقنا كيضيع. بين قوسين هادشي اللي كيبان لينا حنا، اما راه الله يمهل ولا يهمل، وهكا كنحسوا باللي راه الحياه كتظلمنا. ولكن اللي ما عارفينوش هو انه كل واحد فينا راه مكتاب ليه رزقه، سواء اليوم او غدا او لا بعد سنين، المهم راه رزقه مضمون، والله ديما خازن لك رزقك، سواء درتي السبب او ما درتيش راه يوصلك رزقك. غير ما تستسلمش وخدم على راسك، حيت رزقك مضمون، غير هو خاصك تكون مستعد باش تاخده، حيت شي مرات كيجي الرزق على غفله وما كنعرفوش اش نديرو بيه وهكا كيضيع. ولكن الا كنتي ديجا خدام على راسك وكنتي مطور من راسك، راه نهار يجي رزقك يلقاك موجود. وشي مرات واخا ما كتكونش موجود، ربي كيعطل عليك رزقك باش تدوز من شي محين باش تطور من راسك باش تستقبل رزقك. وبغيت ننوه باللي راه الرزق ما كيتعطلش، وانما كيجي في الوقت اللي كتكون فيه انت مستعد ليه، يعني كيجي رزقك في احسن وقت ليك. واخا كيبان لك راه تعطل، ولكن راه كون على يقين ان هذاك هو الوقت اللي انت شخصيا مستعد باش تاخذ داك الرزق. المهم كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش تدعمونا بلايك ومتابعه باش هكا نقدروا نكملوا في تقديم محتوى زوين. كنتمنى انكم استفدتوا ولو غير شويه. الله يسخر لكم كاملين والله يعاونكم.